تجري بينا السنين لحياة نتي انا الشقلب لي كياني خلاني بقيت انا مش وحداني دلوقتي قدرت بجد اتشات والسيلفي رفع لي الكومنتات انا مهما حكيت ازاي مبسوط لابتوب وتابلت شاب كيوت موبايلي خلاص قرب مسافات GPS خرجني من المتاهات انا كل حياتي بقيت ريتويت بعمل علاقات واي فاي في البيت عالبوست نشير كام ريكلام من فيلم الغن ولا احلى كلام بدل التليفون بقى فيه اتنين كفايه عليا اشيل خطين من واتس الفايبر حتى سكاي بتكلم فيديو جواب باي 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 وبقينا في عالم مش عالم فيه لينا مكان عايشين الدنيا وربنا عالم عايشينها ازاي يا عالحياة واخدانا في اتجاه تجري بينا السنين لحياة الفضائية يا ماما ايه الملل ده؟ بقالك ساعة عمالة تقلبي في 3 قنوات. اعمل ايه؟ انا مستنيه لما يخلصوا مجلس الشعب والاعلانات عشان المسلسل. ماما ما تجيبي لنا كده قناه تانية اصل نفسي اتفرج على المسلسل الاجنبي قوي لحد تاني ما قربتش تيجي مسلسل ايه ده؟ زبولي ده بتاع اورلاند. قولي لي حلقه امبارح خلصت على ايه؟ خلصت ان بريتش عارف ان بودو طردوه من الشركه وهي ايه اللي وداها الورشه؟ هي مين دي يا ماما؟ انوار. يا ماما انا بتكلم على زبولي يا اختي بلا بلد بلا غير وانا بقول على ارابيسك. هم لاقوه. هو مين ده؟ الواد اللي وقع في بلاعة السبتية قعدوا يسلكوا لحد ما اكتشفوا انه وصل بلاعة العتبة. لا والنبي وده في زبولد برضه؟ لا ده في برنامج روبورتاج على القناة التالتة. يا بطل بقى دم تقيل وتريقه. ما انا زهقت يا ماما المسلسلات هي كل يوم حاجة تمل يعني. بقول لك يا بنت يا روز مش الممثل ده اللي قتل مراته وخبى الجثة في الدولاب؟ ده اللي قتل مراته وخباها في الحمام. الفيلم ده كان حلو قوي بس ما كانش بيجي في التلفزيون. يا ابني احنا تقريبا شفناه فيديو. ياه فاكرة الفيديو يا بنت يا روز؟ دي كانت طبعا يا ابني دي كانت احلى اللي هو فين الفيديو يا ماما؟ فيديو؟ ياه فكرتني بايام زمان يا ضميزه ايام ما كنا بنأجر شرايط الفيديو من عند ابو عمرو. ياه اخت عمرو. طيب فاكر لما كنا بنجيب من عنده افلام الرعب؟ لما في يوميها لمبة السلم بتبقى محروقة. ايوه وانت ساعتها خوفتنا واحنا نازلين على السلم. ياه اخت عمرو. طيب فاكرين بقى لما كنا جايبين فيلم اسماعيليه رايح جاي ده كان مكسر الدنيا ساعتها. يوميها يا لهوي يوميها انتوا قعدتوا تندهوا عليا عشان اجي اطلع لكم الشريط من الكاسيت بعد ما سفوا. كان يوميها حظنا ذكر ابويا طب على غير العالم وضربني حته علقه اصله كان خايف على الفيديو عشان كان بالتقسيم. البخل في العيله بسم الله ما شاء الله. طب فاكرين بقى يوم فيلم بتاع نادية الجندي ده يوم ما جبناه؟ استنى ايوه الفيلم بتاع مهمه في تل ابيب ولا 24 ساعه. مهمه في تل ابيب. بتاع نجمة الجماهير. ايه يا ابني معبودة الجماهير يا عم نجمة الجماهير. معبودة الجماهير يا عم لا نجمة الجماهير. المهم الجماهير كانت مبسوطة. اوبا تيفا يتحول. نورت يا نور انا هبت في دماغي حته فكره بنت لذينه. ايه يا ابو الافكار؟ لا استنى بقى تمخمخ في دماغي والمكنه تشتغل وبعدين اقولها لكم. اخت عمرو. الحقنا يا عم. في يا تيفا؟ في فار جوه بس قتلته ولقيت اتنين. اتنين ايه بس يا تيفا؟ انا مش فاهم كان ايه الزمه الفتوحه اللي انت فتحتها علينا ده يا تيفا؟ بص يا اغبى الاغبياء
يا ابني الناس خلاص رجعت تزهق من التلفزيون، بالذات بعد ما رجع يشطب الساعه 9 بالليل. طيب وانا مال امي؟ مال ابوك يا حبيبي، مال ابوك يا ابني. محلك ده بقى هستغلهولك في الحكايه دي، ونعمل حاجه غير اللي انت فيها دي. حاجه ايه؟ مش فاهم برضو. يعني هنجيب افلام كتيره بقى. يعني ايه، المرأة والسطور، امرأة هزت عرش مصر، رجل وامرأتان. إيه يا تيفا كميه الامرأات ده تيفا؟ كده ما بقاش محل، كده بقى المجلس القومي لحقوق المرأة. يا ابني ما هي الناس عارفه ان امرأة واحده لا تكفي. جيب من الاخر كده وقول لي نادي فيديو. نادي فيديو. حديقه الديناصورات هتبقى موجوده. حديقة بيتكم هتبقى موجوده، مش بقول لك سطحي يا تيفا الكلام اخده وعطى تيفا. الله يا عمرو فكر بعقليه نظيفه شويه يا عمرو. بص يا حبيبي انا بفكر ازاي، وسع كده بقى. الركنه ده هي من هنا لهنا هتبقى ركنه افلام العربي، ماشي؟ والركنه ده هي هتبقى ركنه الافلام الهندي، والركنه ده هي اللي هناك دي هتبقى ركنه افلام السبكي، ونجيب هنا بقى فيديوهين نأجرهم للزباين. بقول لك ايه، انت كفايه عليك بقى ركنات لحد كده. انا بقى وسيب لي انا بقى اهم ركنه. ايه، ركنه الشيشه؟ لا ولا ركنه الاحبه يا خفيف. ما ركنه الخزنه اللي هجمع فيها الفلوس الغله. بجد يعني ده كان طفح ومبهدل الدنيا تحت. يا بنت الحلال، ابعدي عن المجاري ودوري على الفيديو. هو ايه ده؟ ريموت التكييف كل ده تحت السرير؟ يا عم ده في بلاوي تحت. دي اكنها عماره والانقاض بتاعتها تحتيها. بقول لك ايه، ما تيجي تطلعي فوق شويه. لا يا عم انا مبسوطه هنا. دي مجنونه دي ولا ايه؟ احلفي لقيت الفيديو. لقيتك الجواب بتاع الرفض بتاعك اللي انت كنت مخبيه على بابا وانت في رابعه ابتدائي. طب بقول لك ايه بقى، ما تتكلميش تاني ودوري وانت ساكته. ايه ده؟ ايه اللي مش علاقك كده؟ ايه يا ماما، بدور عليه. طب انزل هات لي طلبات من جوه. لا اطلعي انت. انزل بدل ما اقلب عليك. هو ايه الظلم ده؟ ما عندي كروز وكل حاجه انا. طب ايه رايك بقى مفيش فيديو الاجازه الجايه؟ ده ظلم والله ظلم. ايه ده؟ هو انت عارفه مكان الفيديو فين؟ وانت ايه اللي مدهولك انت كمان كده؟ فيديو ايه؟ ما هو فوق الدولاب. ايوه انا دورت فوق كل الدلاليب. دلاليب؟ طب دورت فوق دولاب المطبخ؟ تيفا بقالي ساعه واقف بالحاجه دي يا تيفا، احطهم فين؟ بصراحه انا مش عايز احركك من حط ده هنا تبقى عامل زي البتاعه دي. انا ازاي كانت تايهه عني الفكره دي؟ يا ابني يا حبيبي دماغك هي اللي تايهه مش الفكره. خلاص يبقى نزل اعلان في الجورنال. اوعى تقول لي عن المعرض. لا عن دماغي اللي تايهه. ما فكرتش يا عمرو تشتغل مونولوجيست قبل كده؟ والله كان نفسي يا تيفا، وخصوصا بقى ان انا عندي جميع المقومات. مقومات؟ يا عم في ايه يا عم؟ تصدق بقى بمناسبه حكايه المونولوجيست دي، انا بفكر بقى ان احنا نعمل قسم للزملاء بقى، الاستاذ حماده سلطان والاستاذ عزب شو الله، طب ما هي بتشتغل اهو من غير ما تعمل لها اعلانات ولا حاجه. امال ايه يا تيفا، انت فاكرني اي كلام ولا ايه؟ بصراحه اي كلام، بس يلا كمل. الله ايه الله ايه؟ طب ما احنا بمناسبه حكايه التسالي بقى والمونولوجيست والكلام ده، انا جات لي فكره بنت لذينه. تاني جات لك فكره تاني؟ والله انت اتحسدت يا عمرو، انت اتحسدت يا حبيبي، اتحسدت. اقول لك قول. بص يا سيدي، احنا نجيب مقله ايوه ونحطها هنا في قلب المكان، في قلب المكان، لب وسوداني حتى تكتمل التسليه للمشاهد. يا ابني لا، وانا عايز فشار، انا عايز اجيب فشار برضه. اللي انت عايزه يا تيفا بس. ماشي. ايه؟ هو في عائق وحيد هيقف امامنا في هذه العمليه. عائق؟ ايه العائق ده؟ ان انت قد من صغرك وانت مدمن لب وسوداني، وانا بصراحه ما اضمنكش، ممكن تخلص على المقلب باكملها. خلاص يا عمرو، ابقى اقسم ان انا هاكل من الارباح. من الارباح؟ ده انا هخليك تسيق وتنظف، ده انا هسحلك. استغلال يعني؟ حبيبي يا تيفا حبيبي، بقول لك ايه؟ عايز ايه؟ ما تجيب شويه لب. لا يا ابني لقيتها؟ هي ايه دي؟ يا حبيبي قناه الفيديو. لا طب امال مطنح في التلفزيون كده ليه؟ اصلي بتفرج على مصارعه. طب لما بسلامته بقى يخلص المصارعه بقولوا لي. يا ابني انت مش كنت بتزن على الفيديو؟ خلاص اديني بدور اهو. لقيتها؟ الحق. ايه؟ مواقف وطرائف.
طب والنبي يا ميزو سيبها لي. ينفع اللي بيعملوه العيال دول عيشه؟ انا شكلي هرجع الفيديو تاني فوق الدولاب. لا خلاص. ايه ده؟ لا استنى إيه؟ لا رجع هات الفيلم ده. ايوه يا رب صبرني على العيله دي. استني بس انت يا ماما، خلينا نخلص، اديني بقلب اهو. ايه ده يا ابني؟ ايه ده يا حبيبي ده؟ فين وصفه الاوديو والفيديو؟ استنوني بقى اطلع اجيبها واجي. طب عقبال ما تطلع سيب لي بقى كده مواقف وطرائف. لا هات الفيلم. ولا فيلم ولا مواقف وطرائف، المصارعه ناقص عليها 10 دقايق. هشيل الفيديو. هوبا اديله، يلا سوبلكس اللي هي كده بيه. المهم بقى ايه يا عمرو، قلبت لك الدنيا على الفيلم بتاع البطل القديم بتاعنا ده. ايه البطل القديم بتاعنا ده؟ بص، ما بين فترة فريد شوقي وفترة أحمد السقا كان في بطل بتاع فيل كده. بتاع اكشن. بتاع أكشن يونس شلبي. لا ياد البطل اللي كان بيطلع يجيب السقف الفيل وينزل بيه على الأرض. قبضة الهلالي. هو الفيلم ده قلبت عليه الدنيا عشان كنت بحبه بس ما لقيتهوش. ده ايه السخافة اللي انت فيها دي؟ ايه يا باشا، اخترت حاجة يا باشا ولا تحب اساعدك؟ عندك حرام الورقه؟ لا. ايه يا باشا حرام الحلة دي يا باشا؟ المكان نضيف يا باشا زي ما انت شايف، اللهم صل على النبي، وفي التوب يعني. طب عندك شقه مفروشه؟ ايه شقة مفروشة دي يا استاذ؟ ما تلزم حدودك يا استاذ، في ايه؟ انت فاكرني ايه بالظبط؟ ايه يا استاذ؟ ايه يا عمرو؟ ايه يا حبيبي؟ بالراحة على الناس، بالراحة. مش سامع. بالراحة على الزبائن، الزبون دايما على حق. عمر يا باشمهندس. بقول له عندك فيلم حرام الورقه، قال لي لا ما عنديش. بقول له طب عندك فيلم شقه مفروشه داخل فيا شمال؟ بيكررها تيفا، بيكررها تيفا. بس انت اسكت بعد اذنك. معلش يا باشمهندس، هو فعلا لسه جديد في الكار، لسه داخل بقاله يومين. بص حضرتك، بجد الفيلمين اللي حضرتك طلبتهم خرجوا جايين كمان ساعتين بالظبط. بس حضرتك ممكن تاخد حاجه ثانيه، يعني ممكن تاخد عوده النبله. ايه؟ عوده الندله. لا انا هاخد فيلم طير انت. سلام. ايه يا عمرو؟ ايه يا تيفا؟ في ايه يا تيفا؟ بالراحه على الزباين، هطفش الرزق يا عمرو. انت مش سامع بيقول لي يا تيفا؟ انا سامع يا سيدي. بيقول لي شقه مفروشه، وفاكرني ايه بالظبط يا تيفا؟ الله، انت كمان يا تيفا مش بعيد بقى الاقي واحد داخل بيقول لي بعد اذنك يا استاذ عايز ازازتين منكر. بص يا عمرو يا حبيبي، بص اهدى كده، انت باصص فين؟ انا لما ببقى منفعل ببقى باصص كده يا تيفا. خلاص يا عم اهدى وبص لي. بص يا سيدي، اول حاجه شقه مفروشه ده فيلم لعم احمد مظهر. يا دي الكسوف. لازم كده يعني اقول لك، وعلى فكره كانوا بيتكلموا فيه على اسمد الذكر. ماشي. تاني حاجه بقى يا عم الحاج، ايه منكر دي؟ هو انت في فرع في عيلتكم من قريش؟ احنا فعلا عندنا حته ارض في صقر قريش. طيب يبقى تسيبني بقى انا اتعامل مع الزبائن، ماشي؟ خلاص يا تيفا، اللي انت شايفه تيفا اتعامل وما تزولنيش يا تيفا، براحتك يا تيفا، عيش انت بقى تيفا بس براحتك. ايه كميه تيفا اللي انت قلتها دي؟ اعمل ايه طب يا تيفا؟ اعمل لك يا تيفا بقى. انت صاحب المحل ده؟ ايه؟ لا هو امسى الفل يا باشا، انت تأمرنا يا باشا. افلام جاكي شان، اميتاب باتشان، الشحات شاتشان، والناحيه الثانيه بالعافيه يا باشا لو في عند حضرتك اطفال، كل اجزاء توم اند جيري كامله يعني يا باشا. هات لي الرخص يا حبيبي. رخص ليه يا باشا؟ وانا ماشي عكس ولا ايه؟ عكس؟ هاتولي على البوكس. ايه بوكس ايه بس استنى بقى. طب افهم بس في ايه؟ انا بحث المصنفات يا حبيبي، وهات لي ده كمان. مصنفات طب انا مالي؟ طب انا عندي بس سؤال صغير، لو احنا الاثنين رحنا البوكس مين هيروح يقول لامي؟ بقول له يا باشا، ما يردش. بقول له يا سيدي ما يردش. وقام ضاربني كف وقايل لي امال فين يا تراخيص المحل؟ انت كمان عايز تضرب السياحه؟ اللي جاب السياحه في الفيديو؟ انا مش غايظني وحاسس في نفسويتي غير العيال العساكر وهم بيوزعوا الشرايط بتاعتي قدام عينيا. قطعته قلبي والنبي، كانت شورى مهببه. دي منيله ب 60 نيله، شيلوه من قدامي شيلوه. هو مين يا عم؟ ايه الفيديو؟ ايه ده؟ يعني هي كده السبوبه بخ بس دي بخ بالقوي. يعني كده هم اخدوا كل الشرايط اللي معاكم؟ لا طبعا احنا كنا عاملين حسابنا، اساسا ما كناش عارضين كل الشرايط، جبت لكم شويه وانا جاي. طب بقول لكم ايه بقى، سيبكم الهم ده كله، قوم يا واد يا ميزو حط لنا شريط من اللي جابهم تيف. ماشي، اشغل لكم الفيلم الامريكي ولا الجامايكي ولا البيلاروسي؟ انا هشغل لكم فيلم جيبوتي على مزاجي. حلو الجيبوتي ده. لا بيقولوا جيبوتي سمعته وحشه في الافلام. بقول لك يا ميزو ايه؟ الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ لا قصه ما تقلقش، ده في حرب في الاخر. بس بقى خلونا نتفرج. ماشي. ايه ده؟ اهمدوا عايزه اتفرج. ماما انا هنام جنبك النهارده. وانا كمان عشان انا سريري مبلول. وانا طنط
اصل الحاجه مسافره ومش عايزه اعمل حفله. يا خيبتكوا، لما انتوا بتخافوا كده كنتوا بتتفرجوا ليه من الاول؟ انا سمعت يا فندم ان هما يعني مشاهد كده مش طبيعيه يعني. ايوه بتتكلم صح على فكره. انا مره بقى شفت برنامج بيقول لك كل الحاجات دي بتتعمل ازاي. ياما ما تصلوا على النبي كده يا جماعه وشغلوا لنا فيلم كوميدي. والنبي ده شيل الفيلم ده انا هموت منه. وخيبه. طب ده والنبي يوسف بيك وهبي في فيلم سفير جهنم كان بيخوف اكتر من كده. يوم